صباح النور كبيدات، صباح الخير، كي دايرين؟ كنت ما شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. باش نطفي هاد لي تيغدي هادو داير لنا الاريره اصلا ما كاين لا شفتو فين لا حليب لا والو، نبرز ديال الوقت وصافي. كنت ما شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصباحكم مبروك. الوغ قرار مفاجئ اكيد، بزاف الناس غيتفاجئوا بهذا القرار، اللي هو انني غادي نحبس المحل اللي كاين في صحرا مول اللي كاين في انزكان. دونك غادي نحبس لاكتيفيتي ديالو، بمعنى غنسدو بما شاء الله نلقى شي محل احسن وافضل في موقع احسن، لانه المهم بزاف الامور كتوقع، فما بقاش مسلكني باش اني نبقى في ديك البلاصه من حقي. فلهذا قررت باش بلا ما نهز يعني السلعه اللي كاينه تما يعني ندير عليه الخدمه، غادي ندير لكم ليكيداسيون دو ستوك للناس ديال اكادير، وغندير لكم اثمنه بلاش. شنو ما بلاش؟ ببلاش. فهاد البرومو غادي تبدا من اليوم. حنا غادي نشوفوا على حسب امتى غيسالي لنا لو ستوك، واش في نهار، واش في يومين، واش 3 ايام، واش 4 ايام. المهم ابتداء من اليوم اي واحد انتريسي بلي برودوي ديالنا، عندكم لي بارفان، عندكم العبايات، المخاور، كلشي غادي يكون بثمن ديال الهوته. ليكيداسيون دو ستوك باش المحل يتسد، وكذلك الناس اللي غيكونوا انتريسي بدوك ليزيتاجير وداكشي باش بلا ما نهزوا لي كنابي وداك التخربيق، الا كاين شي واحد اللي باغيهم يمشي للمحل يشوف ويديسكوتي الثمن مع البنت اللي كاينه في المحل، حيت راكم عارفين انا ما باغاش نهز داكشي وما عنديش اصلا فين نحطو. فمن الاحسن داكشي يتباع لشي واحد اللي غادي يستافد منه، سواء لي زيتاجير، الكنابي، البيرو، الكاميرا، كلشي اي حاجه كاينه في داك المحل، المهم غتسولدا. فمرحبا بكم، ما تفوتوش هذه الفرصه عليكم ناس اكادير. دونك كما قلت لكم ثمن اللي الهوته، اي برودوي بغيتوه، طبعا ما نقدرش نقول لي بخي كاملين، اي برودوي بغيتوه تمشيو حتى المحل وغادي تلقاو الثمن ديالو، كذلك العبايات، المخابر، العطور، معطرات الجو، كلشي اي حاجه كاينه في المحل. صافي يلا الله يسر لكم. المحل ديالنا راه كيتحل من 10 الصباح حتى ل 8 العشيه. دونك ناس اكادير هجموا على المحل ابتداء من اليوم. كما قلت لكم غنتلقى من اليوم تيسالي ليا لو ستوك، باش ما باغا نهز انا حتى شي حاجه من تما، باغا داكشي اللي كذا تم، باغا داكشي اللي كذا تم يتحيد وصافي. ان شاء الله نتمناو يعني تجي امور احسن وافضل. راكم عارفين الانسان دائما خصو يطور من راسو، ماشي يبقى في بلاصتو. هاد الخطوه درتها باش نطور من راسي اكثر من لي برودوي ديالي، وجايين بزاف ديال المفاجات من بعد، وجايين بزاف ديال لي سوربريز. صوفي غير حاضيني صوفي تبعي فيما كنصور كتبع التليفون. فان شاء الله غادي يكون الجديد وغادي يكونوا دي شوز اللي شوفوا بلا ما نهضر ان شاء الله تيتقاد كلشي، حيت انا شو با لو جونغ اللي كنقول غندير ما كندير والو. انا قولا وفعلا. دونك حتى كندير عاد كنقول، وهذا هو الصح. الانسان ماشي كيبقى يبلبل غندير غنفعل غنطرك وفي الاخر ما كدير والو غير الهضره. لا حتى كنديروا عاد كنهضروا. دونك دعيو معنا والله يوفق الجميع، والله يسهل عليكم ويفتح لكم بيبان الرزق. الوليدات اللي كيقراو ديوها في قرايتكم الله يسر لكم، الناس اللي خدامين ربي معكم، ربي يعاونكم، الله يوفقكم ويكمل رجاكم ان شاء الله. فناس اكادير سيروا طيروا المحل. اي واحد شاف ستوري ديالي دابا سيروا، راه حيت كاينين لي برودوي مثلا اللي فيهم غير 2 حبات 4 الحبات، دونك راه ماشي اون فوا غيتسالى صافي، راه تسالى البرودوي. دونك اللي بغى شي حاجه من 10 ونص راه المحل، من 10 بيل المحل راه محلول. الله يسر لكم، مرحبا بكم. مساء النور، كي دايرين؟ صافي كتبان ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اش هاد العشيه انا اقسم بالله تفقست ما يمكنش. نرجعوا للموضوع ديال المحل. اليوم انايا اللي كانت مكلفه بالمحل مشات في حالها. ما نقولش لكم الاخوان، انا اصلا فاش خديت القرار باش انني نسد، لان تالمو كانوا كيجوني لي ريكلاماسيون على المحل، انه المحل ما نقيش، انه المحل ما خانز فيه ريحه الحلبه. ما نقولش لكم اكثر من 20 كليانه كتقول لي صوفيا راه مشينا المحل ديالك معاك كندخلوا كضربنا ريحه الحلبه. وكنتواصل مع اللي كانت جالسه كنقول لها منين جات ريحه الحلبه، يعني جامي كان هادشي في سميتو. عندنا اللي عندي معطرات الجو تما، عندي البخور، عندي كلشي كنقول لهم رشوا، ودائما المحل نقي. يعني اول مره غيوقع هادشي كتقول لي لا ما كاين ريحه الحلبه لا والو. ما عرفتش انا داك بنادم واش كياكل حلبه ولا ما عرفتش النفس ديالو، حيت راكم عارفين سبحان الله العظيم هذه قاعده فينا. اي واحد الريحه ديالو النفس ديالو هي اللي كتكون في البلاصه. مثلا غير كتدخل مثلا البيت ديال شي واحد كتضرب واحد الريحه، هذيك الريحه ديال الجسم ديالو. كداو مثال المحل، مثلا واحد الانسان كيجلس في شي بلاصه، داك البلاصه كتكون فيها ريحه هذاك الانسان. فهذيك الانسان ما عرفتش واش كتاكل حلبه ولا ما نعرف. انا كنقول لهم طلقوا البخور، ديروا معطرات الجو. المهم ريكلاماسيون ديما الناس كيصونيو ليا فاش كنصيفط اللي مكلف باش كيسوبرفيزي كيقول لي البرودوي عامرين بالغبره. المهم ديما انا كنقول ماشي مشكل، ندوزو. صافي فاش شفت هذا الشيء كثر قلت صافي غادي نسد كاع المحل بلا ما يشوف فيا بنادم العيب، بلا ما نعاود نقلب على شي واحد اخر، لان تالمو انا عييت
عييت اشاك فوا، حتى فاش كتجي شي وحده اللي ظريفه ولا داكشي كيوقع شي بلان، يا كتمرض يا كما قلت لكم كتزوج، يا يعني البنات اللي دازوا معايا اللي زوينات وهذا كلهم خرجوا من عندي تزوجوا. ومؤخرا واحد البنت حتى هي كانت الله يعمرها يعني وظريفه والله يعمرها هذا، وكانت كتبيع مزيان وكتعمل لي كليون زوين ومرضات وداكشي باش جلسات، هي باش جات هاد المصيبه هادي. فما نقولش لكم الناس كلشي كيريكلامي لي ان المحل خانز، المحل خانز يوميا، وشريت ليها الفاخر كنقول لها بخري يوميا. اليوم عاوتاني فاش مشاو الناس لا برومو نقولش لكم من الصباح وانا كيجوني لي ريكلاماسيون في الانستغرام، وصورت لي واحد لاكليونت كاع واحد الزربيه عندي في المحل، تخيلوا فيها هكا واحد الدوره كحله ما عرفتش ديال شي مجمر ولا ما نعرفش ديالاش، جايبه السيده كتبخر في وسط المحل ولا ما نعرف، هكا الفاخر مخوي فوق الزربيه، ولي برودوي هكا واحد الكليونت اخرى مصوره لي صبعها هكا عامر بالغبره فوق لي برودوي. فاش هضرت مع بنادم واش دات بعدا، انا اشاك فوا هاد السيمانه اللي فاتت كندخل كنلقى البشر ناعس ليا في المحل، بنادم ما كنعرفوش كنقول لها شكون، كتقول لي جيراننا وصحابي كيجيو عندي المحل. اشاك فوا كندخل الكاميرا كنلقى بنادم كنقول لها شكون فلان، شكون هذوك ثلاثه، شكون دوك الجوج، حقا جيراننا، حقا صحابي، حقا كنقول لها شوفي حبيبتي المحل ديال البيع والشراء ماشي ديال الصحاب والجيران، انت جايه باش تخدمي ما جايش باش تجلسي وتبقي ضحكوا تجلسي ليا بنادم تما. انا كاين بنادم لي كليونط ديالي كيجيو كيبغيو ياخذوا راحتهم، كيبغيو يستفسروا على بزاف د الحوايج، حشومه الا لقاو شي واحد ما يقدرش يضرب حريتهم. ناضت اش دارت شي بلان، الكاميرا مابقاتش خدامه عندي في التليفون، هادي 4 ايام ما بقاتش الكاميرا خدامه عندي في التليفون. نضت اليوم انا صيفط الوالد ديالي قلت ليه شوف ضروري، المهم قلت لكم صيفط الوالد ديالي قلت ليه سير المحل شوف ليا شنو علاش الكاميرا ما خداماش. مشى لقى شي كابل مقطع، يعني تقطع الكابل من فوق الكاميرا. قال لي بنتي المحل ديالك مكرفص، قال لي شادت الخنز، قال لي عرفتي واحد الريحه معاك كتدخلي راه ما يمكنش، وهي راه صيفط الوالد ديالي ما عرفاش بلي با هذاك، ما قلتش ليها راه غيجي با لا حتى شي حاجه، با داز دخل بحال ما فهمتوا ما بينش. المهم صور لي داكشي، تاكد انه داكشي اللي كيقولوا لي الناس راه صحيح. فاش انا كنهضر معاها قلت لها شنو داكشي اللي في الزربيه، صورت لي لا كليونت، انا صافي هنا بديت كنقول لها داكشي اللي وصلني الصباح، ما بغيتش نقول لها والو باش ما نجرحهاش باش ما نقلقهاش، صافي قلت ماشي مشكل، انا اصلا ساده المحل ساده بلا ما ندير شي بلا ما نكبر المشكل ونستريسي راسي ونمرض راسي. فاش سولتها قلت لها شنو هادشي في الزربيه، قالت لي ما عرفتش. قلت لها كيفاش ما عرفتيش، واش واحد الانسان انت اللي كاين في المحل الزربيه عندك هكا شي حاجه كحله ومخويه فوق من عرفتوا راه والله العظيم انا كنهضر كلي كنترعد اقسم بالله، عرفتوا راه ما يمكنش وحق الله ما فهمتش انا هاد الناس هادو كيفاش كيعطيو خاطرهم انه شي انسان يامنك على شي حاجه ديالو، واحد الحاجه اللي تكرفص عليها، شي حاجه اللي تعذب عليها، وتجي نتيا يا المسخه يا المعفونه وتكرفصي على حاجه عباد الله وكتشدي الرزق، يعني داك الصلاه ديالك واحد اخر مسكين تعطيه ليه ما عرفش شنو يدير. اتصلت بها قلت لها شنو بدات السيده السبان هكا السبان في التليفون، خرجت كتغوت في الكولوار ديال المول، واش كتقول لعباد الله، كتقول لهم كلاتني في رزقي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا راح لكم السكرين دابا وتشوفوا التاريخ امتى السيده تخلصات، راح لكم مور هاد ستوري، ياك الناس اللي كانوا تما وحاضرين، الناس اللي جيراني في المول انا حطيت لكم باش تاكدوا الناس اللي كانوا تما وسمعوها كتقول لهم كلاتني في رزقي. هي السيده نهار 2 يعني والبارح اللي تخلصات الصالير ديالها 2000 درهم، شداتها قطعتها من فلوس لاكيس. الناس كاملين في المول عارفيني انا، وهذه شهاده حق، انني انا اكثر انسانه تما في المول 4 سنين هذه، عمرني اكثر وحده بعدا كنخلص البنات ديالها، لانه لا بروبار الناس تما خدامين ب 1500 درهم ياك، انا البنات ديالي كندير لهم 2500 درهم. هذه حيت جديده، قلت لها شوفي غادي نتيستي الخدمه ديالك شهرين عاد غنزيدك في الصالير. وسبحان الله العظيم قبل ما يبداو هاد ريكلاماسيون هادشي كنت ناويه نزيد لها في الصالير، نحط لها 2500 بحال البنات. انا اكثر وحده في داك المول كتخلص لي فوندوز ديالها 2500 درهم كنعطيهم. وثاني حاجه لي فام دو ميناج كلهم شاهدين، لان لي فام دو ميناج هما اللي كيكونوا مع البنات اللي كيكونوا في المحل، هما يشهدوا شهاده حق شنو كيقولوا عليا البنات كاملين اللي دازوا عندي. انا اكثر وحده كنخلص في الوقت تما في المول كامل، كنخلص، ما عمرني كليت درهم ديال شي وحده وكنعطي بالزايد. وهاد الحماره هادي ملي جات كنقول لها اختاري البرودوي اللي بغيتي، كل مره كنعطيها برودوي كتستي، كل مره كنعطيها برودوي ماشي غير هي، اي وحده دازت عندي كنقول لهم خذوا لي برودوي، كل مره كنقول لها شنو برودوي بغيتي وكتاخذوا، وهي براسها خدات اكثر من 6 لي برودوي حتى 10 لي برودوي من نهار بدات شهرين هادي، هذا هو الشهر الثاني ديالها. فالله يخفيك الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. كاميرا تما مسجلين داك السكوندال اللي درتي، داك الغوات السيده اصلا ما عرفتش حمقى ولا ما نعرف شنو وقع ليها، لانه ما فهمتش انا. واحد بنادم سولتيه سؤال جوج خرج كيغوت كيهرنط كاين الحمار في الكولوار، وعباد الله كتفرج، مسيتو بالسمعه ديالي وبالسمعه ديال البرودوي ديالي وبالبراند ديالي، وخارجه كتكذبي كتقول تحلى فمك في وسط الكره كتقول عباد الله جرات عليا وما خلصاتنيش. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ها هما الناس راه غادي يشهدوا، غادي يشوفوا السكرين اللي حطيت ياك، والبارح شديتي الصالير ديالك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ان شاء الله ماما غتدعي عليك، لان شفت الفقصه اللي فقصتيني، وانا ثقت فيك، ونهار كنت غنجي الامارات
قلت لها الله يرحم لك الوالدين، واش غتبقاي خدامه وغدير هذا المحل في عينيك؟ حيت انا ما غنكونش. هاد لي برودوي بغيتك ديرهم في عينيك. الا ما كنتيش قادة على المسؤوليه قولها لي دابا، ما حدي انا في المغرب باش نجيب اللي قادة على المسؤوليه. وكتبين راسها مدريوشه مع جيت دارت ما بغات في المحل. اقسم بالله البنت المحل خانز. اشنو هي خانز؟ انا نحط لكم لي سكرين وانتم شوفوا وحكموا. واش عباد الله لي برودوي كيتمسحوا نهاريا نهار لا؟ واش ممكن تكون فيهم هاد الكميه ديال الغبره اللي غنحط لكم في الستوري الجاي؟ راه مستحيل. واخا يكون عندك محل فوق الشارع مستحيل تدخل هذه الكميه الغبره في نهار. حيت انا قالت لك لا، انا قلت لها علاش بابا قال لي لي البرودوي كلهم مسخين عامر لي زاتاج هكا الغبره تكرطيها. قلت لي انا كنمسح نهاريا نهار لا. انا خلي لكم ستوري وشوف. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كيما ضريتيني في خاطري ياك، خصوصا انا من نقطه الضعف ديالي. يقول لي شي واحد كليتيني في عرقي ولا، حيت انا ما يمكنش. انا غير كيتساني شي واحد عباد الله، الناس اللي فوق نيسور اللي خدامه معاهم كاملين في المغرب كامل، واش كاين شي واحد كيتساني شي درهم؟ واش كاين شي واحد عمرني عطلت عليه خلاص ديالو يخرج يقبحني تجي معفونه تقول عليا انا ما خلصتهاش وتخسري ليا وجي في وسط دابا اصلا هي خرجه من المحل وهزه جوج لي برودوي داتهم ما لقيناهمش، ما كاينينش جوج لي برودوي داتهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. كنبقى ندير عليك لانك ضريتيني بواحد الحاجه اللي انا ما كنتقبلهاش. ونقطه الضعف ديالي انه شي واحد يتكلف عرقو، ولا انا اكثر وحده عارفه بحق الخدمه وعارفه بحق الناس وعارفه بحق التعب وعارفه، وانت ما قرش فيك الخير. ما يقرش فيك الخير، الله ياخذ فيك الحق. هادشي اللي غنقول لك. والحساب راه جاي لانه الكاميرا كاينه، شدات كامل داك السكوندال خارجه كتغوتي ودايره سكوندال والسبه اللي سبيتيني في التليفون راه كلشي سجلته كلشي عندي. انا معك. وسبحان الله العظيم دابا اللي كنت عجبانه منه ديك الريحه وداك الخنز. عرفتوا راه الا شفتوا بنادم تقول هنا نبات. عرفتوا ما يمكنش. الا شفتي الماكياج واللبس راه لا اله الا الله. كيفاش بنادم عايش في واحد البلاصه ومخنزها وبنادم خانز في نفسه راه لا اله الا الله. انا بعدا تبان لي شي وحده في الزنقه لابسه مقاده وداكشي ما بقيتش نثيق. والله ما بقيتش نثيق نهائيا، لانه لا اله الا الله. ونقيو حالتكم الله يجازيكم بالخير. ما بقاتش في الماكياج عكر على الخنونه، راه ما بقاتش في الماكياج وما بقاتش في اللبس ونتقاد والعينين خضرين ولا الزعوريه، راه ما بقاتش في داك الشيء. راه البنات نقيو حالتكم، نقيو نفسكم، غسلوا سنانكم، كليتوا الحلبه، كليتوا شي زبل، دوشوا، نقيو حالتكم. حشومه